السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. اخباركم ايه؟ معاكم مي من قناه ميوش ايه. النهارده الفيديو هيكون عن البنات اللي لسه مبتدئه في المكياج. الفيديو ده اتطلب مني كتير جدا على الانستجرام، فانا النهارده هوريكم ايه الحاجات اللي انتوا هتستخدموها في الفتره دي وانتوا لسه مبتدئين. وكمان حابه اقول لكم كده كام نصيحه يا رب تفيدكم. اول نصيحه يا بنات هي ان انتي ما تشتريش فونديشن فول كفر. الفونديشن الفول كفر بيستخدموه في المناسبات، السهرات اكتريتها، وانتي لسه مبتدئه مش هتعرفي تدمجيه كويس وتوزعيه كويس، فممكن المنظر يبقى كيكي ومكلكع. فما تحاوليش تجيبي فونديشن في الفتره دي فول كفر. تاني نصيحه يا بنات، ما تحكميش على المنتج بسعره. ممكن يكون المنتج رخيص وحلو، وممكن يكون غالي ووحش، والعكس صحيح. تالت نصيحة يا بنات، استعيني بالبنوتة اللي بتكون واقفة على الستاند عشان تختاري درجة بشرتك من الفونديشن والكونسيلر والباودر. رابع نصيحة وأهم نصيحة، ما تشتريش أي منتج صيني. خامس نصيحة، ما تشتريش أي أرواج غامقة. حاولي بقدر الإمكان إن انت تميلي للطبيعة، يعني الروزات، البينكات، الموفات، الحاجات الهادية. سادس نصيحة يا بنات، ما تنجرفيش ورا البنات اللي بتقول على اي منتج ان هو حلو. انتي روحي للستاند وجربي، لو لقيتيه فعلا حلو جربيه مرة واتنين وتلاتة. جربي مثلا الروج، مثلا يعني الروج على شفايفك، وتمشي مثلا في المول وارجعي تاني. لو عجبك ثباته ودرجته على بشرتك وشكله هاتيه، لكن ما تجيبيش منتج عشان في بنوتة قالت عليه ان هو حلو. انت ليكي عين تقدر تميز الحلو من الوحش، وايه اللي يناسبك وايه اللي مش يناسبك. سابع نصيحة يا بنات، ما تحاوليش تغيري من شكلك. حطي المنتجات بس ما تحطهاش بزيادة، لان انت لو حطيتيها بزيادة مش هتكوني انت. تامن نصيحة يا بنات، ما تحاوليش كل ما تحطي مكياج تحطي كحل او ايلاينر، لان كل مرة صحابك هيشوفوكي بالكحل او ايلاينر، وفي مرة ما حطيتيش فيها كحل هتباني ان انت تعبانة. يلا بينا نشوف بقى ايه المنتجات اللي انا حبيتها، وانتوا كمان ان شاء الله هتحبوها وهتقدروا تستخدموها ان شاء الله بكل سهولة. اول منتج يا بنات هو الفاونديشن البيبي. البيبي تغطية متوسطة، وفي كمان ترطيب، هو مناسب لكل انواع البشرة. بس قبل ما تستخدميه لازم طبعا تغسلي وشك بالغسول كويس جدا، وتحطي مية ورد لأي نوع بشرة، يعني ده الروتين اللي المفروض تمشي عليه. بعد كده تحطي الفونديشن بتاعك. الفونديشن يتحط على بشرة نظيفة. انا رشحت لكم ايفون نيوترو افكتس. الدرجة بتاعتي هتظهر لكم دلوقتي على الشاشة. انا بحب الفونديشن ده، طبعا في بنات بيجيبوا غارنيه وهو عندي غارنيه، بس الفونديشن ده احلى. غارنيه بيتاكسد بسرعه وبيخليكي كانك ايه، اغمق من درجتك. الفونديشن طبعا يتحط على بشره نضيفه، يعني تغسلي وشك بالغسول، بعد كده تمسحي وشك بميه الورد، بعد كده تحطي الفونديشن ممكن بفرشه بالبيوتي بلندر بايديكي، وممكن تحطيه بايديك، يعني على فكره مش صعب قوي وبيتوزع بسرعه. هو تغطيه متوسطه وكمان بيرطب البشره. أنا مش بحب بتاع غارنيه، لان غارنيه كل ما يعني عدد ساعات وانتي بره بتكتر، كل ما بيتأكسد وبيخليكي اغمق من درجة بشرتك. لكن بتاع ايفون مش بيتأكسد خالص. تاني حاجة الباودر دي مهمة جدا عشان تثبتي بيها. انا بحب قوي الباودر بتاعت فلورمار. الدرجة بتاعتي هتظهر لكم على الشاشة، بس طبعا انتوا تختاروا الدرجة اللي تناسبكم، في هناك درجات كتير. الباودر دي بتثبت حلو جدا، حتى لو انتي بشرتك دهنية هتثبت، مش هتخطط ولا تعمل اي حاجة. تالت حاجة البلاشر ده اساسي، لازم يكون بامبي. ما ينفعش تجيبي مثلا لون غامق ولا حاجة، البامبي كده بيدي نضارة كده للبشرة. انا بحب بتاع ايسنس، فيه درجتين، وممكن تخلطيهم مع بعض يديكي درجة تالتة. كمان يا بنات نختار الارواج البامبي، ما نختارش الوان غامقه زي ما قلت لكم. وانا رشحت لكم 3 احلى 3 للالوان كده اللي هي الصباحيه، 2 من ايفون وواحد ميبلين. الدرجات هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه بالترتيب. ولو حابه تحطي اي شادو انا برشح لك الباليت دي، هي حلوه جدا كده ورقيقه والوانها طبيعيه. من اماندا، من اللاين الجديد اللي اسمه نيود لوك، وهي دي درجاته. ورشحت لكم يا بنات اجمل ماسكارتين، واحده من ايفون وواحده من ايسنس، الاتنين حلوين جدا. حطيت لكم كمان يا بنات اجمل اتنين انا على طول بستخدمهم الصبح حتى وبالليل وفي اي وقت.
الفلوماستر من اسنس والكحل من جوردانا. الفلوماستر من اسنس حاولي تتدربي عليه، لان انت كل ما تتدربي ان انت ترسمي ايلاينر هترسميه بسرعه وبشكل حلو قوي. الكحل برضو سريع جدا وحلو جدا. اللي عندي ده 12 ساعه، لان الووتر بروف بتاع جوردانا سواده اقل، لكن ده سواده فاحم جدا. والفلوماستر من اسنس ثابت جدا. طبعا مش هنسى الحواجب. حطيت لكم الماسكارا، لان الماسكارا كده حاجه سهله، انا شخصيا بستخدمها الصبح ان انا يعني انجز بسرعه في الحواجب. هي حلوه جدا. تختاري طبعا، هي في واحده فاتحه وفي واحده غامقه، على حسب نوع بشرتك اختاري. حلوه جدا كمان وثابته. لو حابه بقى وانتي مثلا عينيكي صغيره وحابه توسعيها، استخدمي كحل ابيض. انا عندي من سليم ده درجته على بامبي شويه، وجوردانا درجته على ابيض، ابيض صافي. لو انتي عينيكي ضيقه وسعيها، لكن لو انتي عينيكي كبيره او جحظه كده، ما تحطيش كحل ابيض، حطي كحل اسود عشان تبان هي اصغر شويه. بس كده يا بنات، يا رب اكون قدرت افيدكم واوصل لكم لو حتى معلومه صغيره، ان شاء الله تستفادوا من المعلومات اللي انا قلتها لكم. انا شخصيا مريت بيها، وفي الفتره دي حاولت اعرف اللي يفيدني واللي ما يفيدنيش واللي ما اشتريهوش دلوقتي عشان مش دلوقتي وقته. فان شاء الله كمان انتوا تجربوا كده المنتجات اللي ظهرت معايا في الفيديو. ان شاء الله هتقابل فيديو جديد. ما تنسوش بقى تتابعوني على الفيسبوك، انستجرام، وسناب شات، وجروب الفيسبوك. باي باي يا بنات، مع السلامه.